السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لاهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا تعجبون ادي السماوات والارض. وصفتنا النهاردة البيتي فور، وهو معشوق الجماهير. الناس كلها بتحبه خاصة الأطفال. هتعمليه النهاردة بكل سهولة وهيطلع معاكي دايب وطعمه تحفة جدا. اتبعي الخطوات للنهاية. عندي هنا كيلو من السمنة، عليهم كوبايتين من السكر البودر. الكيلو هنا عندي 4 كوبايات بمعيار الكوب 250 ملي، عليهم كوبايتين من السكر البودرة. يبقى 4 كوبايات من السمنة عليهم كوبايتين من السكر البودرة. هنفتت السمنة بالشكل ده. وأهم حاجة السمنة تكون متلجة يا جماعة، ما تكونش سايلة ولا بحرارة المطبخ، تكون في التلاجة، ويفضل إن احنا نحطها من قبلها بليلة علشان خاطر البيتي فور يطلع معاكي ناجح. لازم أول غريبة لازم يكون السمنة متلجة. نبدأ كده في تفتيت السمنة، وبعد كده هنزل عليهم بالسكر. عندي كوبايتين من السكر البودر، تمام، بالكوب المعياري 250 ملي. لو انت عايزة تمشي بالجرام. لو بالكوباية يبقى 4 كوبايات سمنة عليهم كوبايتين من السكر البودر. نفضل نضرب كده لغاية القوام ما يبقى كريمي وناعم، ولون السمنة يبقى فاتح جدا شبه الكريم شانتيه. أول ما هوصل للقوام المظبوط والشكل اللي أنا عايزاه أو القوام اللي أنا عايزاه هنزل بالبيض. أنا هنا استخدمت 4 بيضات بحرارة المطبخ أو حرارة الغرفة، تمام. البيض أنا استخدمت 3 بيضة كاملة وصفار بيضة واحدة بس. ده بيخلي معايا قوام البيتي فور ناعم وفي نفس الوقت متماسك. يعني لو خليته كله صفار بيض بس هيبقى دايب ومش مستحمل ان انتي حتى تمسكيه، فاحنا عايزينه دايب وفي نفس الوقت متماسك. افضلي اضربي البيض، هننزل واحدة واحدة. شايفين انا هنا نازلة باخر حاجة اللي هو صفار البيض. وهدخل كل المكونات دي مع بعض لغاية ما يتجانسوا. وبعد كده هننزل بالدقيق. الدقيق هنا يا جماعة بيختلف من نوعية للتانية، يعني ناخد بالنا ان الدقيق بيختلف نوع عن التاني. يعني في نوع ممكن ياخد معاكي دقيق وفي نوع ما بياخدش اصلا، يعني ممكن ما تحتاجيش تاخدي فيه كمية. فالدقيق هننزل عليه بالتدريج لغاية ما انزل او اخد القوام اللي انا عايزاه. القوام بتاع البيتي فور لو انت هتعمليه في كيس الحلواني يبقى القوام مش سميك، يعني العجينة طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق علشان تنزل معاكي من الكيس بسهولة. طيب لو هتستخدمي مكبس البيتي فور يبقى العجينة هتبقى متماسكة شوية علشان تنزل معانا من المكبس بكل سهولة، علشان الشكل يكون متناسق. هدخل كل المكونات دي مع بعض لغاية ما يتجانسوا. بعد كده ممكن تستخدمي سباتولا أو تستخدمي إيديكي. أنا بالنسبة لي يعني إيه، مفيش حاجة أفضل من الإيد، تمام. أهم حاجة الدقيق زي ما انتوا شايفين أنا بنزل عليه بالتدريج، مش بنزل مرة واحدة علشان ربما إحنا ما ناخدش كل الكمية دي. قلبي كويس كده لغاية ما نحصل على العجينة اللي إحنا عايزينها. شايفين العجينة طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق. لازم يكون كيس الحلواني يعني متين ويكون كويس جدا، نوعيته كويسة علشان خاطر العجينة ما تقطعش الكيس. هنا شكل البلابل اللي أنا هستخدمها، تقدري تستخدمي الشكل اللي يريحك أو الموجود عندك، تمام. أنا استخدمت كل الأشكال دي، عملت منهم كذا شكل. نبتدي ننزل بالعجينة ونشكل في الصواني. الصواني طبعا مش بندهنها أي حاجة، وأفضل حاجة لتسوية الحلويات عامة أو أي نواعم هي الألمونيوم، أفضل حاجة لتسوية الحلويات. هبتدي أشكل هنا البيتي فور. تقدري تختاري الرسم أو الشكل اللي يريحك. هنكون مسخنين الفرن من قبلها بشوية، لازم تكون الفرن سخنة جدا. ونحطهم على الشبكة في النص في الفرن. درجة الحرارة بتبقى متوسطة، يعني لا هي هادية ولا هي النار عالية جدا، تمام. هنخلص كل الكمية اللي معانا دي، وبعد كده تطلع من الفرن معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. ما شاء الله الكيلو السمنة عمل معايا كمية بيتي فور ما شاء الله حلوة جدا. أفضل وأوفر من إن انتي تشتريه جاهز، ويكفي إن انتي عاملاه من صنع إيديكي. هنخلص كل الكمية دي وهنبتدي بقى نزين البيتي فور. شايفين التسوية بتاعته ولون البيتي فور، اللهم بارك. شايفين التسوية؟ أهم حاجة لون البيتي فور يكون بالشكل ده، ميبقاش غامق. نيجي هنا بقى لمرحلة التنزيل. هنلزق البيتي فور طبعا كل مقاس قد التاني،
أفضل طريقة لتلزيق البيتي فور إن إحنا نقلب البيتي فور بالشكل ده، والمربى أو أيًا كان اللي هتحشي بيه شوكولاتة، مربى حليب، الحشوة اللي تفضّليها، يُفضّل إن إحنا نحطها في كيس حلواني أو الكيس اللي هو بتاع السبوع ده، ونبتدي بقى نحط فوقيها القطعة اللي هي مش عليها مربى، ونبتدي نخلّص كل الكمية اللي أنتم شايفينها دي عشان نبدأ في مرحلة تزيين اللي هو الشوكولاتة. تمام، هنحط كل البيتي فور بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا التزيين ده اختياري، ممكن تزيّني بالشوكولاتة، ممكن تزيّني بالمكسرات، زي ما أنتِ عايزة، الحاجة دي ترجع لِك أنتِ، التزيين ده بقى مزاجات، يعني زي ما أنتِ عايزة. أنا بالنسبة لي أنا باغمّس البيتي فور في الشوكولاتة، ممكن بيبقى وش البيتي فور من فوق، وممكن بيبقى نُص البيتي فوراية من الجنب اليمين والشمال. طبعًا أنا مدوّبة الشوكولاتة في حمّام مائي، وكمان ضِفت عليه 3 معالق كبيرة من الزيت علشان يدّيني لمعة حلوة للون الشوكولاتة. هنخلّص كل التزيين ده وندخّلها التلاجة، أول ما يتماسك تمامًا نبتدي بقى نفضّيها في علبة ونخلّي البيتي فور داخل التلاجة، بما إن الجو اليومين دول حَر معانا شوية، فإحنا هنحتفظ بالبيتي فور في التلاجة، ونخلّص كل الكمية دي زي ما أنتم شايفين كده خلّصنا. اللهم بارك، البيتي فور تحفة جدًا، قوام متماسك وفي نفس الوقت دايب وناعم. لو كنتِ بقى وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك مني كل جديد، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وأسيبكم أنا بقى مع البيتي فور، سلام عليكم.